كيف قمت بتحويل لعبة الديناصور الموجودة على جوجل كروم إلى لعبة 3D؟ قمت بإنشاء مشروع جديد 3D ثم قمت بفتحه. أولا كانت لدي بعض الأسيت موجودة عندي، قمت برفعها إلى المشروع. هنا سأحاول تحريك الصبار من اليمين إلى اليسار، لكن سوف أقوم بذلك عن طريق سكريبت. لذلك قمت بإنشاء مجلد جديد أسميته بسكريبت، ثم قمت بإنشاء سكريبت جديد للإنمي أسميته إنمي. قمت بكتابة سكريبت بسيط يحرك الصبارة من اليمين إلى اليسار فقط. بعد أن جربت سكريبت وجدت أنه يعمل. بعد أحضرت أسيت كانت لدي لديناصور، أنشأت سكريبت جديد للبلاير. داخل سكريبت قمت بوضع سكريبت بسيط لجعل التيركس يقوم بالقفز، لكن بعد التجربة اتضح أنه لا يقفز إنما يطير. قمت بحل بعض المشاكل، لكن بعض المشاكل لم تحل بعد. بعد مدة قمت بحل المشاكل، لكن ليست كل المشاكل قد حلت. بعد مدة أصبح الديناصور يعمل بالطريقة التي أرغب بها أنا. الآن حان وقت إضافة بعض الأنيميشن كأنيميشن المشي. بعد أن قمت بإضافة أنيميشن المشي، علي الآن أن أقوم بإضافة أنيميشن القفز. حاليا الديناصور يقوم بالمشي والقفز. أنيميشن القفز يجب أن أقوم فيها ببعض التعديلات. بعد مدة من التغييرات والتعديلات على الأنيميشن، أظن أنه حاليا يعمل بكفاءة. الآن سوف أقوم بتجربة اللعبة بعد أن قمت بعمل كومبوننت يقوم بسباون للأنمي. كل مدة يقوم بسباون أنمي جديد. حاليا أنا أقوم بإضافة سكور للعبة، حيث أن الديناصور كلما قفز فوق الصبار سوف أقوم بإضافة سكور بعد مدة قمت بإضافة أنواع جديدة للصبار. اشتغلت لمدة على أنواع الصبار الجديدة التي قمت بإضافتها حتى تعمل بكفاءة جيدة. هناك أنواع من الصبار عندما كان يقفز ويوقع الديناصور كانت لا تضيف سكور، لذلك قمت بحل هذه المشاكل.
بعدها أضفت أنيميشن للديناصور وجعلته عندما يلمس الصبار تشتغل. هنا قمت بإضافة بعض الجيم أوبجكت للعبة مثل الحشائش والصبار والأحجار كبيرة وصغيرة، كما قمت بإضافة بعض الأشجار أيضا. بعدها أضفت post processing للعبة لجعل المنظر يبدو جيدا بعض الشيء. قد قمت بكثير من التغييرات في البوست بروسيسنج حتى تبدأ اللعبة بالطريقة التي أريدها أنا. هنا ترى أن شكل اللعبة قد تغير بالكامل بعد أن أضفت بوست بروسيسنج لها. بعدها قمت بإضافة القوائم للعبة كالبداية والقائمة التي تظهر لك عند تشغيل اللعبة، كما أضفت القائمة التي تظهر لك عند موت الديناصور. قمت أيضا بتغيير بعض القوائم وبعض الأزرار. حاليا أضفت قائمة بداية للعبة وقوائم داخل اللعبة. هذا هو الشكل النهائي للعبة. يبقى الآن أن أضيف لها بعض الأصوات ثم أقوم برفعها إلى متجر جوجل بلاي. لمن يريد تجربة اللعبة سوف أقوم بوضع الروابط أسفل الفيديو. شكرا لكم للمشاهدة، لا تنسى الضغط على زر اللايك.